تعالى بقى ناخد لفه في اخر يوم في الميركاتو ونشوف ايه اللي حصل. تعالى بس. تعالى. تعال. خلينا بس متفقين على حاجه، الميركاتو ده يعني مش احسن حاجه، مش احسن اخر يوم في الميركاتو. يعني قبل كده كنا بنشوف اخر يوم ده ضرب نار وخناقات والحق والحق والحق. المره دي تحس ان في صفقات كتير قوي، بس برضه مفيش بوم، مفيش صفقه بوم. يعني بخلاف صفقه ايزاك اللي كانت كده كده محسومه من فتره يعني، ولكن مفيش صفقه بوم. ليه مفيش صفقه بوم؟ علشان سبب واحد بس، ان اتقل فرقتين في اوروبا اللي هم ريال مدريد وبرشلونه هم بره الخناقه دي خالص. يعني ريال مدريد وبرشلونه خلاص هم مش في خناقه اخر يوم في الميركاتو ولا في خناقه اللحظات الاخيره دي خالص. بخلاف كده هو الفريق الوحيد اللي اتجنن وجايب صفقات مش طبيعيه هو ليفربول. ليفربول حل الكيس قوي، حل الكيس اوفر يعني. يعني ليفربول صارف ما يقرب من نص مليار علشان يجيب الصفقات اللي هو جابها دي. اخرهم طبعا كان الكسندر ايزاك اللي جابه ب 130 مليون من نيوكاسل في صفقه يعني المفروض ان هي الصفقه الابرز في الميركاتو لحد دلوقتي. خلاص هو الميركاتو يعتبر خلص خلاص يعني. غير بقى صفقه ايزاك كان في برضه صفقه جويهي مدافع كريستال بالاس، واللي يعني كانت خلاص الصفقه هي وي جو زي ما بيقولوا، يعني خلاص كان بنسبه 99% في ليفربول. ولكن الصفقه اتعطلت في اخر اللحظات علشان حاجه واحده بس، مش عشان خناقه الفرقتين مع بعض ولا مقابل مادي ولا الكلام ده كله، ولكن علشان كريستال بالاس ما عرفش يجيب البديل لمارك وي. فقال لك خلاص يا باشا، المدرب اصر ان الراجل يكمل، فالصفقه دي نسبه كبيره اتاجلت. ما اتلغتش، اتاجلت لامتى؟ ليناير اللي جاي بقى في الميركاتو الشتوي ان شاء الله ممكن نشوف الراجل ده في ليفربول. طيب هتقول لي ليفربول هو اتجنن ليه السنه دي؟ يعني ليفربول ليه راح جاب ايكيتيكي وراح جاب دلوقتي ايزاك؟ وهل هيعرفوا الاثنين يلعبوا مع بعض؟ طب يلعبوا مع بعض ولا لا؟ الجنان اللي ليفربول عامله في الميركاتو ده ليه؟ لسبب واحد بس. تعال بص على ليفربول كده، انت بتتكلم ان هو عنده خط هجوم فشيخ دلوقتي بقياده محمد صلاح، ويبقى عندك ايكيتيكي او ايزاك حد فيهم هيلعب على التاني يعني. وبتتكلم في الناحيه التانيه جاكبو، صح كده؟ مين بديل بقى؟ مفيش. يعني داروين نونيز وان كان في طبعا خلاف ابن لذينه على امكانياته مع ليفربول وعلى ادائه مع ليفربول، ولكن الراجل مشي. جوتا الله يرحمه خلاص الراجل توفى، ولويس دياز انتقل لبايرن ميونخ. ما عندكش بره حد خلاص. انت لا هيبقى عندك بره، يبقى عندك بره اللي هيقعد من ايزاج وايكيتيكي، واعتقد ايكيتيكي لازم يتقبل بشكل كبير ان هو هيكون بديل لالكسندر ايزاج. كمان عندك كيزا، والراجل مش معتمد عليه بشكل كبير يعني. كيزا برده من اللعيبه اللي ما يعتمدش عليها قوي. وليفربول السنه دي داخل عايز ينافس، مش عايز يحصل معاه نفس اللي حصل معاه في فبراير اللي فات، ان هو مره واحده لقى نفسه خرج من دوري الابطال وخرج من الكاس وما كانش بينافس غير مره واحده غير على الدوري فقط لا غير. يعني ليفربول عايز بقى المره دي يكون عنده دكه كويسه، عايز يكون عنده اكتر من بديل. عندك صلاح هيروح كاس الامم الافريقيه مع منتخب مصر في يناير، وما ادراك يعني ما كاس الامم الافريقيه يعني. عدي بس من جنبها كده تلاقي لعيبه اتصاب، لعيبه اتنين اتصابوا كده. فيعني ايه، ليفربول بيحضر ان انا لازم عندي يبقى دكه قويه، لازم عندي يبقى فرقه قويه، لازم عندي يبقى فرقه اقدر اعتمد عليها، ان انا ما اجيش في اخر الامطار في الموسم واخيش، او ان انا بقى لعبت اجهدت اصل مش عارف مين الصاب اصل الكلام ده كله. فده يبرر الزخم اللي فيه ليفربول والصرف المبالغ فيه ليفربول صرفه الموسم ده. بس يعني يصعب عليك واحد زي يورجن كلوب صراحه. يعني الراجل قعد 5 سنين، يكفي ان انا اقول لك انه كان قاعد 5 سنين يا باشا ما عندوش غير ميلنر وهندرسون بس هم اللي في نص الملعب. يعني ده كان نص ملعبه الاساسي. شوف النهارده ليفربول عنده مين يعني. فليفربول بصراحه هو الطرف الاقوى في الميركاتو، وجنانه ده يعني مبرر لفرقه عايزه تنافس. لو هنروح بقى لمانشستر يونايتد، فانت يعني هو حاله يصعب على الكافر بصراحه يعني، في النتائج وفي الصفقات وفي كل حاجه. يعني بعد ما كانوا خلاص مخلصين مع انياجو مارتينيز حارس استون فيلا وان هو كان هيكون الحارس الاساسي للفرقه، هوب كولس في الكلوب حصل والفرقتين اختلفوا مع بعض. مانشستر يونايتد ما لقاش قدامه غير ان هو يروح يجيب حارس عنده 23 سنه من الدوري البلجيكي. المفروض ان هو حارس واعد وحارس كويس، ولكن مش حارس كبير يعني، مش حارس ده اللي يشيل اليونايتد الفتره اللي جايه، ولكن ده اللي لقاه قدامه. يعني عارف انا لقيت مش عارف اخلص في انياجو مارتينيز، فيلا نشوف اي حارس تاني وخلاص عشان يبقى ايه، عملنا حاجه. بخلاف كده هو مخرج 3 لعيبه، يعني مخرج سانشو لاستون فيلا. ما اعرفش بصراحه يعني سانشو، ما اعرفش الراجل ده من بعد بروس دورتموند ما اعرفش ايه اللي حصل له. يعني بعد كده راح شويه تشيلسي، بعد كده راح مانشستر يونايتد، تشيلسي خدوا اعاره قال لك لا رجعوه تاني. هو اصلا يعني ايه الدنيا عنده بايظه خالص. وكمان هويلاند اللي راح نابولي، واللي انا شايف ان كونتي هيعرف يطلع منه حاجه زي ما عرف يطلع من لوكاكو، وعرف يطلع كمان من ماكتوميناي وخلاه احسن لاعب في الدوري الايطالي. والجدير بالذكر ان ماكتوميناي اللي انت فاكره في مانشستر يونايتد ده اللي هو خد احسن لاعب في الدوري الايطالي الموسم اللي فات، هو واحد من اللعيبه المنافسه على البالون دور. السيتي بقى راح جاب صفقه في الاخر برضو كده، هي صفقه من العيار الثقيل برضو، ولكن في نفس الوقت انا مش فاهمها.
يعني هل جوارديولا غير قناعاته، ولا انتوا بتلموا لعيبه وخلاص، ولا انتوا بتجيبوا لعيبه عكس اللي الراجل عايزها؟ انا مش فاهم. يعني لما شفت عمر مرموش في السيتي انا قلقت. ليه؟ لان مش نفس طريقه لعب جوارديولا، والراجل لحد دلوقتي ما اندمجش بشكل كبير مع مانشستر سيتي. نفس الكلام دلوقتي رايحين يعملوه مع دوناروما. يعني السيتي خلاص تعاقد مع دوناروما هو الحارس الاساسي للفرقه الفتره اللي جايه. مش عارف ترافورد بصراحه جابوه ليه، طالما هو انتوا يعني ناويين تجيبوا دوناروما برضو. وفي نفس الوقت ادرسون خلاص راح للدوري التركي وراح لفنار بخشة، وهيكون دوناروما هو الحارس الاساسي. طيب ليه بقول لك دوناروما واحد مش من اللعيبه اللي بتمثل قناعات جوارديولا؟ عشان جوارديولا على طول عايز حارس بيلعب برجليه كويس، ودوناروما ابعد ما يكون عن الميزه دي. يعني دوناروما هتلاقيه في التصديات حلو قوي، هيعمل لك ماتشات خرافيه، حارس يعني ممتاز على مستوى التصديات، مش بعيد يكون احسن حارس في العالم في توزيع جوائز البالون دور اللي جايه. ولكن هو على مستوى اللعب برجلين، وان هو يبقى حارس بيلعب الكره برجله بشكل كويس، هو ابعد ما يكون عن ده. يعني ادرسون كان بيعرف يعمل دي كويسه جدا. خليني اقول لك ان ادرسون مثلا الموسم اللي فات صنع 8 اهداف وهو حارس مرمى. يعني صنع للسيتي 8 اهداف وهو حارس مرمى. فده رقم يخض بالنسبه لحارس مرمى. دوناروما ما عندوش الميزه دي. فهل انتوا جايبينه عن اقتناع، ولا جوارديولا مش جايبه على اقتناع، ولا انتوا؟ انا مش فاهم بصراحه، جوارديولا بدأ يغير قناعاته ولا ايه؟ بس يعني هنشوف. توتنهام بصراحه عامل ميركاتو مكيفني بصراحه. يعني توتنهام عامل ميركاتو قوي جدا، راح جاب المره دي كولو ماني اللي كان اصلا في اعاره من باريس سان جيرمان لليوفنتوس، وبعد كده خده هو خلاص بقى من باريس سان جيرمان. بصراحه صفقه ممتازه. انا شايف كولو ماني من اللعيبه اللي مظلومه شويه، وان كان مش مظلوم، هو بس لعيب مش واخد على الصخب. يعني مش واخد على ان يبقى في فرقه جماهيريه وضغط جماهيري والكلام ده كله. لو انت مش عارف كولو ماني مين، فاكر الانفراد بتاع فرنسا اللي ضاع في نهائي كاس العالم وانياجو مارتينيز صده؟ الانفراد الاشهر في التاريخ هو ده كولو ماني لو انت مش عارفه يعني. فانا شايف انها صفقه ممتازه بالنسبه لتوتنهام، هتعوضهم بشكل كبير جدا عن رحيل سون. كمان انت جبت محمد قدوس لعيب ممتاز ومتمرس في الدوري الانجليزي، فصفقه ممتازه ومأديه بشكل كويس. ريتشارلسون متألق بشكل كبير الموسم ده. فانا شايف ان توتنهام مع توماس فرانك بالمنظومه اللي موجوده دي هيعملوا حاجه السنه دي في الدوري الانجليزي. وزي ما قلت لك الميزه فيه ان هم فرقه بعيدا عن الضغط، يعني مش مطالب منهم حاجه، مش مطالب منهم على طول ان هم ياخدوا بطولات. ففي بعض اللعيبه بتحب الاجواء دي، ان انا عندي مدرب كويس وما عنديش التوتر والضغط العصبي اللي موجود عند معظم الفرق اللي في التوب ليفل. نيوكاسل برضو واحده من الفرق اللي لحقت نفسها في اخر الساعات قبل نهايه الميركاتو، وراحت عقدوا مع ويسا لاعب برينتفورد بصفقه قدرت ب 55 مليون. ويسا واحد من المهاجمين المتمرسين في الدوري الانجليزي، اللي هيناسب طريقه ايدي هاو، واللي هيعوض اكيد بشكل كبير رحيل ايزاك، وان كان في فرق كبير في المستوى. يعني ايزاك انفجر بشكل كبير مع نيوكاسل. ويسا لاعب متمرس في الدوري الانجليزي وكان متمرس مع برينتفورد. وعجبني بصراحه صياعه برينتفورد، يعني هم شايفين ان ليفربول ونيوكاسل عمالين بيضغطوا على بعض في قيمه صفقه ايزاك، وهو في نفس الوقت قاعد مستني 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 تمام زي الفل. اللي كان معروض من نيوكاسل الاول على برينتفورد هم 25 مليون جنيه استرليني. هوب الصفقه بعد كده لما لقوا نفسهم اتزنقوا في الوقت، برينتفورد على السعر ل 55 مليون جنيه استرليني. فده يقول لك مدى الصياعه في الاداره، وان انت تزنق الفرقه اللي قدامك وتبقى عارف مدى قيمه اللعيب اللي معاك ومدى زنقه الفرقه اللي قدامك. على ذكر الصياعه بقى في الاداره، بصراحه يعني شابوه ونسقف كلنا كده لاداره تشيلسي. بصراحه عملت حركه، يعني انا شايف انا ما شفتش كده. يعني انا ما شفتش كده. نيكولاس جاكسون واحد من اللعيبه اللي ما عمرتش في تشيلسي، واحد من اللعيبه اللي تشيلسي كان عايز يتخلص منها، واحد من اللعيبه الكسر اللي في تشيلسي، وان كان ليه بعض اللقطات الكويسه ولكن هو مش لعيب توب كواليتي يعني. المهم نيكولاس جاكسون يا باشا كان المفروض كان رايح بايرن ميونخ على سبيل الاعاره، مع يعني احقيه الشراء ان احنا ممكن نشتريه او لا. الباشا ده كان رايح بكام؟ كان رايح ب 15 مليون يورو. كان رايح ب 15 مليون يورو. حلو الكلام. والله يا جماعه لو عجبكم، يعني اداره تشيلسي تستسمح اداره بايرن ميونخ، والله يا جماعه لو نيكولاس جاكسون عجبكم ممكن تشتروه اخر الموسم ب 80 مليون يورو. فتمام. الراجل وهو في الطياره، تشيلسي لعب مباراه قدام فولهام. المباراه دي انتهت باصابتين، اصابه طبعا بالمر واصابه ديلاب، اللي اعتقد انها هتبقى اسبوعين ثلاثه، يعني مش قصه يعني بعد توقف الدوري هيرجع. بس اداره تشيلسي عملت لقطه حلوه قوي، كلمت اللاعب يا باشا وهو في الطياره: باشا معلش اركب اول طياره وارجع تاني، انت هتكمل معانا، احنا كنسلنا الصفقه وكنسلنا الديل مع بايرن ميونخ. طبعا جاكسون من اللعيبه اللي مش مرتاحه في تشيلسي، فقال لك لا يا باشا شكرا، وقعد يضغط بقى عن طريق وكيله وينزل ستوريز وان انا في بايرن ميونخ وهي وي جو والجو ده. المهم في الاول في الاخر اداره تشيلسي ضغطت على اداره بايرن ميونخ وعملوا لقطه محترمه جدا.
بص يا باشا احنا عايزين نكنسل ديل معاكم، انتوا عايزين اللاعب اتفضلوا اللاعب اهو، بس هنزود قيمه الاعاره من 16 من 15 مليون ل 16 مليون ونص، ما فرقتش يعني عن مليون ونص دول، مع الزاميه الشراء. يعني بص يا باشا انت كده كده الموسم ده هتشتريه، يعني انت هتاخده اعاره موسم، حلو الكلام، الموسم الجاي انت لابسه مع لعيب زي نيكلاس جاكسون، فده يعني اتفضل يا باشا. وعشان احنا طيبين كاداره تشيلسي يعني، هننزل لكم يا عم يعني المقابل بتاع الشراء النهائي، بدل ما هو 80 مليون هيبقى 65 مليون يا عم، وزودت لك يا عم قيمه الاعاره 16 مليون بدل ما هي 15. فيعني بص عبقريه في الاداره، وان كنت شايف بصراحه يعني ان هم تخلصوا من لاعب ممكن يكون عبء عليهم، كده كده اعاره بالزاميه الشراء، فكده كده البايرن لابسه، والبايرن بصراحه بقى له فتره يعني الدنيا معاه مش الطف حاجه خالص يعني على المستوى الاداري. يا ولاد الكلب دول بقلشوني. يعني يكفي ان اقول لك ان خير المانيا دلوقتي بقى بيطلع بره بايرن ميونخ. هتقول لي ازاي؟ هقول لك فيرتس مثلا اللعيب الالماني اللي جاي من باير ليفركوزن، الطبيعي ان اي لعيب الماني بيتالق في الدوري الالماني بيروح فين؟ برافو عليك، بايرن ميونخ. جاله عرض من بايرن ميونخ وجاله عرض من ليفربول، ارن سلوت كلمه فهمه هيبقى وضعه ايه في الملعب ودنيته ايه في الملعب، الراجل اقتنع بكلام ارن سلوت. كومباني كلمه قال له يا باشا تعالى بس مكاني نبقى نشوف الكلام على ايه. قال لك لا شكرا سلام عليكم انا رايح ليفربول. فانا اول مره من زمان قوي او على حد ذاكرتي يعني اشوف لعيب الماني تالق في الدوري الالماني بره بايرن ميونخ وخرج بره بايرن ميونخ. يعني خرج يعني المفروض ان بايرن ميونخ ده بيلم اللعيبه الحلوه كده ويحطهم عنده عشان ينافس بيهم. دي اول حاجه. تاني حاجه حتى على مستوى المدربين خد بالك بالنسبه لبايرن ميونخ، هو يعني كامباني ده جه بعد ما فاوضوا طوب الارض، وبرده ما كانش في حد مقتنع بشكل كبير ان هو يروح بايرن ميونخ، لان هو شايف حتى ان هو ما بيخش في صفقات قويه ان الفرقه تنافس. يعني الفرقه من 2020 انا شايف انها ما بتنافسش على دوري ابطال تماما، يعني الفرقه ما بتنافسش بشكل كبير، وان كان الدوري الالماني بتنافس عليه وبتاخده، لان طبيعي بايرن ميونخ انت بتتكلم في اقوى فرقه في المانيا، ايا مين وايا كان هي اقوى فرقه في المانيا، لكن الفرقه ما بتجيبش لعيبه توب كواليتي، دي اول حاجه. زي ما انت شايف كده بيلبسوا صفقات هبله قوي زي نيكلاس جاكسون زي ما انت شايف حضرتك كده، يعني دي اللعيبه اللي رايحين يجيبوها. حلو الكلام. كومباني وان كان مدرب كويس ولكن هم كانوا بيفاوضوا مدربين كتير مثلا، يعني كانوا بيفاوضوا مثلا ناجلسمان وقال لهم لا، كانوا بيفاوضوا كونتي وقال لهم لا، فحتى المدربين ليهم نظره ان الفرقه دي مش جايه تنافس، الفرقه دي دلوقتي لسه عايشه على عنجهيه زمان وان احنا بايرن ميونخ. فبالنسبه لبايرن ميونخ مبروك عليكم نيكلاس جاكسون، بصراحه انا شايف ان هي صفقه ممتازه، ومبروك على تشيلسي الاداره الفشيخه، ودي كانت متهيألي يعني ابرز الصفقات اللي انا عرفت المها اللي في اخر يوم في الميركاتو. تعالوا بقى نحللهم واحده واحده كده ان شاء الله في الفيديو اللي جايه. لو انت عجبك الفيديو يا باشا اضغط اللايك وفعل الجرس كده وروق الدنيا وخش اشترك في القناه. تصبحوا على خير، سلام عليكم.